تخيل معايا انت قاعد في يوم ولقيت منصه بتقول لك ادفع فلوس واقعد اتفرج على فيديوهات، وانا اتفرج على الفيديوهات دي هتجي لك ارباح كل يوم. الموضوع شكله حلو صح؟ طب اسمع دي بقى، من فتره كبيره ناس كتير دخلت واستثمرت فلوسها في منصه اسمها اف بي سي، وفي خلال الاسبوع ده فجاه المنصه اختفت. الصدمه بقى ان حجم النصب اللي حصل كان بحوالي 6 مليار دولار. انت متخيل الرقم كام؟ 6 مليار دولار. تفتكر انت لو كنت دخلت كان زمانك خسران كام؟ تعال افهمك الموضوع كان ماشي ازاي. اف بي سي كانت بتستغل الناس اللي نفسها تكسب فلوس بسرعه، وكانت بتوهمهم ان ارباح مضمونه 100%، وده اول علامه من علامه النصب. خليك فاكر اي حد يقول لك حط فلوس وهتجي لك ارباح بدون مجهود، اعرف على طول انه بيحاول يسرقك. تاني حاجه، ما كانش في جهه رسميه بتراقبهم. ايوه المنصه ما كانتش مرخصه، ودي كانت تاني علامه للنصب. مفيش جهه بتحمي فلوسك لو راحت. تالت حاجه، وكانوا بيستخدموا اسلوب للتسويق بالضغط، يعني كانوا بيقولوا للناس لو ما لحقتش تستثمر دلوقتي الفرصه هتروح عليك. خليك فاكر ان اسلوب الضغط ده دايما بيستخدمه النصابين عشان يخلوك تاخد القرار بسرعه. للاسف ناس كتير خسرت فلوسها بسبب الجشع والطمع. والسؤال هنا، هل في ناس لسه ممكن تقع في نفس الفخ؟ شاركنا رايك في الكومنتات دلوقتي، وشارك الفيديو ده عشان نحذر اكبر عدد ممكن. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتابعنا عشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.